السلام عليكم متابعيني الأعزاء، إن شاء الله تكونوا بخير بصحة وعافية. اذكروا الله، صلوا على النبي. طبعا الآن أني رايحة الشغل إن شاء الله. لما نروح بإذن الله تعالى أصلح معاكم بنت الصح. انطلبت مني للناس اللي أني رايح العزومة عندهم بكرة، فإن شاء الله أني أسويها معاكم وأشارك معاكم طريقتي. يلا في أمان الله. طبعا قبل قليل قبل ما أفطر كنت عامل طريقة عجينة بنت الصحن مع المتابعين. والعجينة حق بنت الصحن عملت ملعقة خميرة صغيرة، وعملت ملعقة سكر كبيرة، ملعقة أكل، وعملت قليل ماء دافئ طرحته على جنب عشان تتفاعل الخميرة. وعملت بيادين 5 قلاصة دقيق أبيض وقليل ملح وحبتين بيض، طرحت من واحدة صفر البيض والباقي عملتين بقية الثنتين وعجنتها بالعجانة. وبعدين بالأخير لما قعدت أعجنه عملت قلص إلا ربع سمن وربع زيت، خلطتهم مع بعض، شلت منه 3 ملعق وعملته مع العجين. الآن دي العجينة ما شاء الله تبارك الرحمن قال يمكن نص ساعة العجينة خلاص صار مليح ناعم طري جنان. أقسمه صغار أعلمكم شندي لكم، بس هذا كأنه كبير تلقى عمله بالصحن الكبير. هذا نوع وتكون أصغر، تكون ساعة هذه يعني صغيرة يمكن 90 جرام عملتها، بس أخلي أصغر. أنا كنت ناوي إني أعملها بهذا الصحن، بس الحين ممكن أعملها بالصحن اللي أكبر، أو ممكن إنني صغيرها واطرح هذه آخر واحدة اللي تغطي الوجه مليح لها، هي تكون كبيرة عشان ما تختزقش. بعدين أعمل هنا صغار البقية. خلاص هذه أصغر أعملها للحق. شوفوا لما العجينة تكون لينة تطلع بهاي، هذا ما أدري إنها تشوفوني هذا العفازق كذا، يعني يدري العجينة مليح، يدري العجينة اعتقنا بضمير. ما طلع لي 21 بس يا عايشة الله يصلحك، صح بطلي الزميط. أنا محتارة إنني أعمله بالصحن هذا ولا أعمله بالصحن الكبير. أفرده أدهن حويت الوسط هنا بس، ما أدهنش الأطراف. لما تدهنوا الأطراف تكونوا تسحبوا العجينة هي ترجع ريوس، أنتم تسحبوا النية جهة مخرج وهي ترجع ريوس. لا هذا خليط الزيت والسمن، أنا قلت لكم أدهن حويت الوسط بس. خلاص عزت على هاتي يا ماما، هاتي يا ولدي، طبعي سرحي سرحي العبي انت تالي بالغرفة. شوف العجينة ما شاء الله. هذه أول واحدة. ها عايشة سرحي سرحي الباب، سرحي الباب يفتح لكم. العجينة زي اللبانة تبارك الرحمن، تمطط معاكم بأريحية. لأنه اشتقع ثقيل، وأنا مش اشتقع بنت الصحن ثقيل. هذيك بنت الصحن لما تكون خفيف مورق. ما شاء الله تبارك الرحمن. العجينة مليح، كل ما كان العجينة مليح كل ما سهل الشغل. ذاكرين البيضة اللي خلطته قارقي عن نص بيضة أكا وخدت بيه، وأني جالسة أفرد العجينة أفرد الكرة بالمطيب هذه خبط وقت رأى البيضة رجعت زيتها قليل حليب سائل داني الهنة. وبعدين أعملها مثلا 25 دقيقة من تحت، وممكن أزيدها 3 دقائق من فوق. ممكن أقص هذا الزوائد وممكن أطرحه عادي. قدرت قاني اللي سمع قصتي مش مشكلة. الحين أعمل الحبة سوداء والسمسم. طرحي قليل وقت ما أحمل الفرن وبس. ما شاء الله. الآن خلاص ها الفرن حمي، عملته على 390 يعني تقريبا أعتقد إنه 190 أو 200 درجة مئوية. وهذا قد جاهز حلو. كل ما طرحته من قليل كل ما كان مليح. بعد ما عشان كذا نرص الفرن بعد ما أخلص عمله عشان أطرحه ترتاح 10 دقائق ربع ساعة. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أجرنا من حرها وعذابها. هي أليكسا set a timer for 20 minutes. باقي دقيقة من الوقت أفتح عشان أتشاقر عليه. شوف عليه ما شاء الله تبارك الرحمن. كيف تعرف إنه بنت الصح تمام؟ لما تشوف إني مورقة. شوفوا كيف تبدأ الطبقات تتفتح. شوفوا اللون حقه ما شاء الله تبارك الرحمن. أزيد أخلي الدقيقة تكمل وأطلعه. أنت عملتني كم 20 دقيقة قلت أندرو. بسم الله. اللهم أجرنا قصي اللهم أجرنا من حرها وعذابها. بسم الله. بوتي may Allah avoid us the hell and its torture. آمين يا رب. بسم الله. What is it? I love your بنت. Thank you. This is we'll take with us when we go for عزومة إن شاء الله. إن شاء الله. For the invitation. طيب let's do it. الله تبارك الرحمن. خلاص أغطي عليها ما شاء الله كيف هي تبارك الله ما شاء الله ما شاء الله. شوفوا كيف مورقة. شوفوا من فوق قشط من داخل تكون رطبة. العجين المليح عمل كذا بس. يا شوفوا قليل سمن
كلمعة فقط. ما شاء الله، والله أنا ظالمة التصوير، ظالمة، أنا مش ماهر في فن التصوير، مش عندي. بس تبارك الرحمن تبارك الرحمن تبارك الرحمن. هم فكهي. شوفوا كيف مورق. لما نقطعش تقع مليح، بس نشتي شلة زي ما هي للعزومة. هذه طريقة بنت الصحن اليمنية.